مرحبا بكم محبي البيتكوين. عليكم سماع هذا الخبر. فيلم وثائقي جديد من إنتاج HBO قد يكشف عن أعظم لغز في تاريخ العملات الرقمية. يكشف مقطع مسرب من الفيلم الوثائقي القادم نقود كهربائية لغز البيتكوين أن المطور السابق للبيتكوين بيتر تود قد يكون هو ساتوشي ناكاموتو الغامض. وقد أشعل هذا المقطع الذي نشره مستخدم تويتر بلوك سيتيزن نار التكهنات والشكوك في مجتمع العملات الرقمية. يغوص هذا الفيلم الوثائقي الذي أخرجه المخرج المرشح لجائزة إيمي كولين هوباك بعمق في أصول البيتكوين ومبتكره الغامض. سيعرض الفيلم لأول مرة الليلة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. إذا كان تود هو بالفعل ساتوشي فقد يؤدي ذلك إلى زعزعة سوق العملات الرقمية، خاصة وأن ناكاموتو يسيطر على 1 مليون بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 66 مليار دولار. ولكن هناك مفاجأة، فقد نفى تود بشدة هذه الادعاءات ووصف الفيلم بأنه غير مسؤول، وقال إنه يعرض حياته للخطر. ومع ذلك يتمسك هوباك بأبحاثه، مشيرا إلى سنوات من التحقيق ومنشور على لوحة رسائل البيتكوين يعود لعام 2010 كتبه تود. إذن من على حق تابعونا الليلة واحكموا بأنفسكم. شيء واحد مؤكد، هذا اللغز لا يزال بعيدا عن الحل.